آية من آيات الله بالدعاء. لا عنده شعوذة ولا عنده أشجار ولا عنده حيل ولا عنده مكر. ونعجب الآن من بعض الراقين يقول السحر في الجدر الفلاني. وإيش دراك؟ السحر بعضهم قال لها، سمعت من بعض المشايخ كلمة، قال شخص يقول للمريضة سحرك في الهند. انظر على كذاب. وإيش دراك أنه في الهند؟ تريد تسيرها إلى الهند تبحث عن السحر في دولة الهند؟ يا عجبا. أرقي بالقرآن وادعو وما عليك، لا هو في السماء ولا هو في الهند. بل بعضهم قال عندك سحر النجوم. انظر الكذب. إيش من سحر النجوم؟ يعني سحرها بلغ النجوم. وإيش دراك؟ حتى لو كان سنيا ويتظاهر بالسنة ويأتي مثل هذه الخزعبلات لا تذهبوا إليه ولا تصدقوا. لو لحيته لا سرته وعمامته مثل التورة مثل تاير السيارة لا تصدقوا. عجائب وغرائب. وبعضهم يقول هذه الرقية بين العسل فيها حبة سوداء فيها كذا، وهذه شفاء لكل شيء. لا تقل شفاء لكل شيء. ويزيد على قيمة العلبة العسل ممكن 2000 3 4 من أجل الرقية، وعلى الزيت 500 ريال زيادة، إذا هو ب500 ب1000. أخي تزهد. فبعض الأحيان في هناك من يحب المال ويجعل الرقية سببا لكل مطمع. إذا أعطوك شيئا أو تأخذ شيئا ما تيسر الحمد لله، لكن لا تتعلم الحيل.